عبد الله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني لحل الحزب والقاء السلاح. أمس رحب قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد مظلوم عبدي بالدعوة، لكنه قال إنها تخص حزب العمال فقط ولا علاقة لهم بها، وأوضح أنه منفتح على ضم قواته إلى الجيش السوري الحكومي ككتلة واحدة، وهو أمر ترفضه أنقرة. يبقى معي في هذا الملف في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور سيد غنيم، وانضم إلينا من مدينة أوستند البلجيكية هوشنيك أوسي الكاتب في الشؤون الكردية والتركية، ومن السليمانية شيرزاد اليزيدي الكاتب والباحث السياسي. أبدأ معك سيد هوشنيك، استراتيجيا لماذا ترفض قصد تنفيذ مطالب أوجلان إلى الآن؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. من الطبيعي أن ترفض قوات سوريا الديمقراطية ذلك لأنه أوجلان لم يوجه بشكل مباشر ولم يخاطب بشكل مباشر قوات سوريا الديمقراطية، بل خاطب حزب العمال الكردستاني. وبالتالي إذا وافق مظلوم عبدي على نداء أوجلان وتسليم سلاحه، يسلم سلاحه لمن؟ للسلطة التركية مثلا. يعني هذا النداء في حال استجابة مظلوم عبدي له يؤكد ويثبت بأن قوات قسد ككل كتلة عسكرية تابعة لحزب العمال الكردستاني، لكن مع ذلك لا يمكن نفي وجود وسيطرة ونفوذ وتغلغل لحزب العمال الكردستاني داخل قوات سوريا الديمقراطية. في تقديري أنه قوات سوريا الديمقراطية هي مشروع أمريكي، هي المنطقة الوسطى التي تلتقي فيها الولايات المتحدة الأمريكية وحزب العمال الكردستاني المصنف لدى أمريكا على قائمة المنظمات الإرهابية. وبالتالي طبيعي أنه مظلوم عبدي ينأى بنفسه عن هذا النداء ويعتبر نفسه أنه لا يشكل جزءا من حزب العمال الكردستاني، ويدعم هذا النداء باعتباره يعني مفاعيل هذا النداء وما يترتب عليه هو خارج الحدود السورية. طب انتقل لسيد شيرزاد، هل فيما عبر عنه مظلوم عبدي وجوده حقيقي لعدم الرغبة في الخروج، خاصة أنه كان أعلن أنه انضمامه ككتلة واحدة للجيش السوري، ولكن أمر رفضته أنقرة أكثر من مرة؟ هل تعتقد أنه حان الوقت أن تغير قصد من طريقة تناولها وتداولها لهذا الموضوع تحديدا، السلاح والاندماج داخل الجيش؟ تحياتي أستاذي الكريم وتحياتي للضيوف الكرام ولمشاهدين المشهد الكرام. يعني من ينبغي أن يتغير هو الجانب التركي بصراحة. هذه قضية سورية داخلية، قضية اندماج قسد في الجيش المفترض. ليس هناك جيش وطني سوري الآن يملك عقيدة وطنية وعقيدة جيش نتاج إجماع وطني وتوافق وطني. ما هو قائم الآن سلطة تصريف أعمال أو أمر واقع لنقل. ومع ذلك فالطرف الكردي قسد والإدارة الذاتية ليست ضدها، بل هناك تفاوض ومفاوضات بين الجانبين. موضوع انضمام قسد للجيش السوري، أين هذا الجيش المتخيل؟ ما هي عقيدة هذا الجيش؟ قسد لا تستطيع أن تنضم إلى جيش أحد قادة فرقه المدعو أبو عمشة. يعني هذه نكتة سمجة وسوداء. الجيش بين قوسين الذي يحكى عنه الآن يسيطر عليه جماعات جهادية سلفية وحتى إرهابية، يعني بعضها. يعني لنكن واضحين، ما يتم الآن وضع العربة أمام الحصان. قسد ستسلم سلاحها لمن؟ وأساسا دعوة السيد الزعيم الكردي عبد الله أوجلان يعني كتحصيل حاصل بداهة موجهة لحزبه. ما علاقة قسد بهذه الدعوة؟ قسد وغيرها من قوى كردية في سوريا وفي العراق، مختلف القوى الكردية والأحزاب الكردية، حكومة إقليم كردستان، السيد مسعود البارزاني رئيس الإقليم، رئيس الحكومة، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئيسه بافل طلب، الجميع يدعم هذه المبادرة للحل السلمي. من هذا المنطلق موقف قسد، طبعا قسد هي كذلك تدعم أقله لكف شرور تركيا عن التدخل في الوضع السوري وهذه سياسة الهوس والهستيريا والعداء لكل ما هو كردي ولو كان على سطح المريخ.
لذلك يعني مضي هذه المبادرة السلمية قدما في تركيا ينعكس إيجابا على التعاطي التركي مع الملف الكردي السوري كذلك، ولهذا يراهن الكرد على ذلك. موضوع انضمام قسد هذا شأن سوري، لا علاقة. لماذا تركيا ترفض أو تقبل؟ ما علاقة تركيا؟ أليس هناك مفترض سلطة تصريف أمور، سميها سلطة انتقالية، سميها ما شئت، هي يجب أن تتحدث. هذه السلطة مع الأسف إلى الآن صم بكم عمي إزاء منذ 3 أشهر تقريبا الهجمات متواصلة من قبل ميليشيات مرتزقة. الآن يقولون أنهم جزء من الجيش بين قوسين، ليس هناك جيش، الجيش السوري. ما هو موقف السلطة في دمشق من تحول مجموعات وميليشيات تابعة لها؟ لا أدري، هي تابعة لتركيا صراحة. لكن طب وهذه ما سيد هنا سيد اسمح لي سيد شيرزاد، هنا الضغوط القائمة أو القادمة من تركيا تضغط على الحكومة السورية وتجعل القرارات تحت ضغط. ولماذا هذه الحكومة تكون تحت الضغط التركي؟ لماذا لا تطور علاقاتها مع الداخل السوري، مع أكرادها، مع دروزها، مع هناك بالفعل محادثات، هناك بالفعل محادثات. درعا لو سمحت أستاذي، درعا عربية سنية خالصة ومنطقة معروفة، وكانت بداية الانتفاضة ضد النظام البحث. درعا أيضا متحفظة ولم تنضم. الدروز الآن شكلوا مجلسا عسكريا ويطالبون حتى بالفيدرالية. العلويون، الإسماعيليون، المسيحيون، لا، سوريا عصية على اختزالها في مجموعة حكم سلفية جهادية ومدعومة من تركيا، يعني الطين بلة. هذه الحكومة تسميها، لماذا لا ترتمي في الحضن العربي؟ لماذا لا تنسق مع العرب في وجه التمدد التركي والابتزاز التركي لها؟ يعني علينا أيضا أن نضع النقاط على الحروف. تمام. ما هو موقف الشرع أبو محمد الجولاني؟ أعيد وأكرر يعني كي لا ننسى، إذا كانوا يتهمون قسد بأنها كانت جزءا من بأن السيد مظلوم عبدي مثلا كان من حزب العمال الكردستاني، أبو محمد الجولاني ألم يكن من القاعدة؟ ألم يكن داعشيا؟ لماذا هذا حلال عليه أن تنصبوه رئيسا حتى لمرحلة انتقالية؟ هو نصب نفسه بصراحة. ولماذا حرام على قسد التي كانت تدخل عناصر من حزب العمال الكردستاني في إطار تدخل القوى الكردستانية؟ طب خلينا هنا ننتقل لضيف. تمام خالد، انا اسالك هنا ننتقل لا رجاء، فقط دقيقة. بضع مئات من المقاتلين الشرفاء الذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن كوباني ودفاعا عن الكرد والعرب ومختلف مكونات روج آفا وشمال شرق سوريا، هؤلاء أصبحوا المشكلة. أما الإرهابي الإيغوري والتركستاني والإرهابي المصري الذي المتهم بالإعدام في مصر، والإرهابي الأردني والإرهابي الخليجي الذي يهدد أمن دول الخليج والدول العربية، هذا حلال زلال. يعني علينا أن نضع النقاط على، بالعكس قسد وضحت الفكرة حضرتك عايز تخلي كل النقاط وكل السبل مفتوحة. نعم. ولكن هنا أنتقل مع ضيفي سيد هوشنك، وخلينا نسأل ما هو الحل الأمثل الآن لتفادي كل هذه النزاعات برأيك؟ الحل الأمثل أن نعترف بالحقائق، يعني أن لا نقتل الحروب بإكثار النقاط عليها. أولا وجود أبو محمد الجولاني أو انتماع أبو محمد الجولاني للقاعدة ولداعش مدان، وهو نفسه تبرأ من هذه المسائل لفظا شكلا مضمونا، أنا غير معني بذلك. لكن القيادات الموجودة الآن التي تتصدر قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية كلها حتى الآن لم تقدم استقالتها الرسمية من حزب العمال الكردستاني. قبل أيام ظهر أردار خليل في القامشلي وفي حشد أمام حشد من الناس بمناسبة المؤامرة، ذكرى المؤامرة واعتقال أوجلان، وخطب بالبوليسي الفصيح: لا حياة لنا بدون أوجلان، لا حلول سياسية في سوريا بدون أوجلان، لا حلول سياسية في الشرق الأوسط وفي العالم. ومن هذا التطبيل والتزمير والتضخيم
بدون أوجلان. يعني يفترض بهؤلاء بعد أن سمعوا خطاب قائدهم الأيديولوجي ومرشدهم الروحي أن يلتفتوا قليلا إلى سوريتهم، أن يلتفتوا إلى وطنهم النهائي، وأن يكونوا يعني مساهمين بشكل طبيعي ومتوازن مع شركائهم الآخرين في بناء سوريا، مع تسجيل كل الملاحظات على أداء الحكومة الانتقالية، على أداء محمد الشرع، على أداء الجيش السوري الذي هو في طور التكوين. نعم، كل ما قاله ضيفك في السليمانية يعني في جزء منه صحيح، لكن هذه العلل والزلل والمشاكل الموجودة في أداء الحكومة السورية الحالية لا تبرر ولا تشرعن المشاكل الموجودة داخل قسد. في تقديري وظني قسد منفتحة على تسليم السلاح والانضمام إلى الجيش السوري ضمن شروط، ضمن خارطة، ضمن خطة هي عبارة عن حزمة متكاملة لحل القضية الكردية في سوريا والقبول بهويات ومكونات الشعب السوري. كذلك حزب العمال الكردستاني منفتح على إلقاء السلاح وحل نفسه، لكن عندما تكون هنالك نية جادة وخطة واضحة لدى الدولة التركية أن يكون هنالك إصلاحات دستورية، أن يكون هنالك تبييض للسجون والإفراج عن المعتقلين حالي الموجودين في السجون التركية، يعني لا هؤلاء المقاتلين إذا ألقوا سلاحهم واتجهوا إلى الداخل التركي ويصار إلى اعتقالهم مجددا ويزيد يعني أرقام المعتقلين الكرد في السجون التركية. ما نفع ذلك؟ يعني في تقديري وظني أن نداء أوجلان يعني خطوة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بطي الملف سلميا، لكن هذه الخطوة يمكن التسجيل عليها عشرات النقاط فيما يتعلق بأداء أوجلان نفسه وعشرات النقاط فيما يتعلق بأداء الدولة التركية داخل تركيا وداخل سوريا، وأيضا عشرات النقاط على أداء حزب العمال الكردستاني وقيادته في قنديل وتمددها وسطوتها على قوات سوريا الديمقراطية. مثلما الدولة التركية تتدخل في أداء حكومة الشرع، كذلك حزب العمال الكردستاني يتدخل في كينونة قسد، في العصب الأمني، في القرار السياسي، في الإرادة السياسية لدى قسد. المشكل أن الكرد السوريين يدفعون ضريبة هذا الاحتراب وهذا التقاتل ما بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية على الأراضي السورية. هذه هي مشكلتنا ككرد سوريين مع الأسف الشديد، ولكن يعني يصار إلى التعامي حول هذه الحقائق على أساس أنه الإفصاح عنها هو يخدم تركيا أو يخدم الحكومة أو يخدم أعداء وخصوم الكرد، وهذا يعني وضحت الصورة. تمام سيد هاشم. أنا هنا خلينا ننتقل لضيفي في الاستوديو اللواء سيد. دكتور سيد، الآن ما هي السيناريوهات المتوقعة أمام قسد أو أمام الدولة السورية أو أمام تركيا حتى في حال أصرت قسد على الحفاظ على استقلالها داخل المؤسسة العسكرية؟ أنا لا ننسى أشياء أن قسد سواء قسد أو غيرها احنا لدينا الدروز ولدينا دعني أسميه فعلا المحاور كثيرة مفتوحة، صحيح، محاور كثيرة. ولا ننسى أن قسد لديها ارتكازات قوة. الارتكاز الأول أنها مدعومة، خلينا أقول ولو شرعية في هذا الوقت على الأقل، من طبعا بطبيعتها أنها جزء سوري، لكن أتكلم على الدعم الخارجي من الولايات المتحدة، من فرنسا، ربما إسرائيل. الارتكاز الثاني وهو ما تمتلكه من النفط. الثالث هو ما نتحدث عنه الآن، دعني أسميه الأقليات مقارنة بالسنة على سبيل المثال. فنجد أن تكتلهم يمثل قوة وهو يدعم في اتجاه الفيدرالية. عندنا محركين خارجيين رئيسيين في الوقت الحالي متواجدين بالقوة داخل الأراضي السورية، المحرك التركي والمحرك الإسرائيلي، وكلاهما في تنافس وفي تضاد، خاصة من ناحية الفيدرالية السورية أو التفكك السوري. لو قلنا الفيدرالية، لأن لا أتصور أن أي جزء داخل سوريا يريد أن يفكك الدولة، ليست من مصلحة أحد، لكن الفيدرالية مطلوبة على الأقل الحكم الذاتي ما شابه. ومن هذا المنطلق عادة حتى في الدولة الفيدرالية بيكون الجيش واحد
بالمناسبة، إلا أن الشرطة. فإذا الخيارات التي أمامها الآن أتصور أن لديها خيار واحد لن تتنازل عنه، سواء فيدرالية، سواء دولة واحدة بأي شكل كان، سواء انقسام، أنهم يفكرون أن يكونوا كتلة واحدة سياسية اقتصادية عسكرية، ولو جزء من دولة، ولو جزء من دولة هي الدولة السورية طبعا. طيب. انتقل لضيفي مرة ثانية من أوستند في بلجيكا، سيد هوشنك. كيف ترى يعني دلوقتي تصريحات قصد والاحتماليات اللي موجودة قدامنا كلها أصبحت هو عدم التخلي والانضمام ككتلة واحدة؟ طب هل هناك حلول أخرى ممكن أن تكون هي الحل الوسط الذي يغني عن عمليات التفكك وعدم دفع المزيد من الأثمان من الأكراد السوريين؟ في تقديري دائما هنالك حلول وسط، يعني والحلول التوافقية هي حلول وسط، يعني تنازل من قسد في تفصيل ما، في جزئية ما، تنازل من دمشق، يعني محاولة إرضاء المنطقة الشرقية وإرضاء قسد مسؤولية استراتيجية تقع على عاتق دمشق. هذا من جهة، لأنه كما ذكر ضيفك في الاستوديو أنه هي عماد اقتصاد بؤرة وارتكاز الاستراتيجية للاقتصاد السوري ومنطقة قسد. من جهة أخرى يعني أتقاطع، أجد نفسي متقاطعا مع ضيفك في الاستوديو، أنه قسد تشكل ائتلافا يجمع العرب مع السريان مع ويعني كتلة علمانية، وهي ليست كتلة أيديولوجية إسلامية، لا هي بالقومية الكردية المتطرفة ولا هي يعني كتلة معتدلة علمانية متوازنة. يعني مشكلة قسد هي في التغلغل حزب العمال الكردستاني وكما ذكرت، لكن قسد على ما عليها الآن هي مصلحة مصرية، لأنه قيام دولة دينية في سوريا خطر على أمن الخليج، خطر على أمن مصر، خطر على أمن الأردن، وحتى يعني خطر على أمن الشرق الأوسط. وبالتالي إذا ارتأت مصر أو منطقة الخليج أو السعودية عندما تنظر إلى المشهد السوري، على ماذا ستعول؟ ستعول على قسد. لكن هذا التعويل الاستراتيجي يعوزه ويلزمه القليل من الإحساس بالاستقلالية، يعني أن تكون قسد فعلا قسد قوات سوريا الديمقراطية المتوازنة الحريصة على مصلحة المناطق الكردية، حرصها على مصلحة سوريا. تمام. يعني أن لا تكون منقادة إلى حسابات وحروب ونزاعات وصراعات. طيب. العمال. تمام، خلينا هنا ننتقل لضيفي من السليمانية، راجع مرة تانية معنا سيد شرزاد. سيد شرزاد، أظن سمعت الجزء الكلام اللي قاله دلوقتي سيد هوشنك، وكمان ما اعرفش حضرتك سمعت اللي هو سيد وهو بيتكلم معايا في الاستوديو. وهناك كلام قاله سيد هوشنك ان هناك ضريبه يدفعها الاكراد السوريين، وهي ضريبه الحرب ما بين الفصائل المختلفه، يعني من ناحيه التدخل التركي في حزب الحزب العمال الكردستاني، تدخل حزب العمال الكردستاني في قسد، وفي الاخر مره ثانيه من التدخلات والدعم الامريكي، وهناك ضريبه بيدفعها الجميع. كيف ترى المخرج من هذا الموقف؟ قسد هي قوات وطنية سورية كردية وعربية ومن مختلف مكونات المنطقة التي تدافع عنها وتنشط فيها. يعني الحجج التركية هي حجج لضرب هذه التجربة هناك، وللوقوف أمام يعني حصول الأكراد على دورهم الوازن والطبيعي كقوة أساسية وقوة أولى في الدفاع والتأسيس لسوريا ديمقراطية تعددية ولا مركزية. الآن إذا شاهدنا الخارطة السورية، خارطة القوى بعد الموقف القوي لقسد والموقف الكردي والإدارة الذاتية وإصرارها على عدم الانصياع لمحاولة إعادة إنتاج الاستبداد، الآن السوريون الآخرون أيضا تشجعوا. درع الآن الدروز في السويداء، العلويون، يعني مختلف المكونات، حتى العرب السنة. ما هو قائم الآن في دمشق لا يمثل المجتمع العربي السني في سوريا الذي هو مجتمع دينامي ومجتمع متنوع وحيوي، ولا يمكن قولبته في تيار سلفي جهادي وإخواني. لهذا دعم موقف قسد ودعم الإدارة الذاتية
هو ضرورة ملحة من قبل المجتمع الدولي، وهو ما هو قائم الآن من قبل الولايات المتحدة، فرنسا، حتى الدول العربية تقف مع هذا الدور، وهذا ما يحقق المصلحة العربية كذلك في قطع دابر محاولات تركيا فرض سيطرتها. طيب تسمح لي سيد شيرزاد، انت حضرتك قلت بس نقطة مهمة انا اعقب عليها لإيضاحها بس مش اكتر. انت حضرتك قلت ان اذا كانت الحكومة زي ما انت بتقول، يعني ان اذا كانت الحكومة في مشكله في التواصل، في مشكله في التواصل مع سيد شيرزاد. طب انا ممكن اتوجه بسؤالي ده لسيد هوشنك، اسالك زي ما السؤال في الجهه الاخرى سيد شيرزاد بيقول ان الحكومه في دمشق جهاديه سلفيه اخوانيه كما يقول، لكن في نفس الوقت لماذا لدى قصد النيه للانضمام ككتله واحده حتى والتعاون معها؟ لا لقصد النية، ومن قال لك انه ليس لقصد النية؟ لماذا؟ انا عارف، انا قصد اعلنت اكثر من مره ان هي لديها النية للانضمام حتى لو شكل الانضمام في اختلاف عليه، ولكن اذا كانت تقتنع بان هذا هو رايها في حكومه دمشق لماذا تريد الانضمام له؟ في تقديري هذا هو ليس رأي قصد، هذا رأي ضيفك في السليمانية. قصد قائد قوات قصد رحب بتنصيب أحمد الشرع رئيسا للدولة ودعاه إلى زيارة المناطق الإدارة الذاتية، ويعني المرونة التي تتمتع بها قصد فيما يتعلق بالانضمام لأي جيش سوري لتشكيل الدولة، لكن ليس على طريقة القوى الحاكمة الآن، وليست تحت تأثير وضغوط وأملاءات تركيا. المرونة التي تبديها قوات سوريا الديمقراطية ومظلوم عبدي في تقديري أكثر بكثير من المرونة التي يبديها ضيفك في السليمانية. يعني قوات قسد لديها خطابها الواضح والصريح والنية، لكن النية المشفوعة بجملة من الاشتراطات التي تخدم مصلحة سوريا، منها يعني دستور متفق عليه، دستور يعترف بالمكونات، أن يكون رئيس الجمهورية ليس يعني أن يكون منتخبا. أستاذي أنا وقت ذاك قسد بكل بود يعني تمام. تريد أن تكون جزءا. احنا رجعنا بالاتصال مع السيد شيرزاد اليزيدي من السليمانية. احنا رجعنا باتصال من السيد شيرزاد. سيد شيرزاد، يعني ماذا تعقب؟ هل سمعت الآن ضيفي من بلجيكا تحدث السيد هوشنك؟ مع الأسف لم أسمع. طب تمام، خلينا نتوجه بالسؤال لحضرتك لأن أنت خط التواصل اتقطع، بس كان السؤال بالنسبة لنا إذا كانت ترى قصد، إذا من وجهة نظرك زي ما قلت، إذا كانت حكومة دمشق كما تراها وتقول عليها هي حكومة جهادية وسلفية وإخوانية وكل ما قلت عليها، يعني ولكن في نفس الوقت فيها عناصر كما قلت حضرتك، أنت قلت إن هي فيها عناصر منها، ولكن قصد على استعداد للتواصل وأبدت وتبدي الرغبة في التواصل وحتى الاندماج، ولكن تحت شكل معين بيتم التباحث عنه. نعم. كيف ذلك؟ كيف ترى ذلك الموقف من قصد؟ نعم يعني نحن بالنهاية نتحدث عن موضوع سياسي، موضوع يهم مصير بلد والشعب ومواطنين، يعني القضية ليست أبيض وأسود. هذا البديل مع الأسف هو واقع قائم، وهذا أحد أسباب الاستبداد المديد في سوريا الذي أفرز تقدم قوى الإسلام السياسي وتراجع القوى الديمقراطية والمدنية والعلمانية. هذا واقع مع الأسف، لكن هذا لا يعني أن هذه السلطة القائمة هي تختزل المجتمع السوري بكل تلاوينه، وخاصة العرب السنة. ظلم كبير وإجحاف أن نعرفهم كممثلين للعرب السنة على القوى الديمقراطية، وهنا قسد والإدارة هي قوة أساسية في هذا الإطار، بل وتقود هذه القوة في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ سوريا. التكاتف، وحتى السيد مظلوم عبدي اليوم أشار إلى أن المنطقة ستقيم حوارا وطنيا طالما تم إقصاء المنطقة ومكونات سوريا من الحوار المزعوم بين قوسين الذي تم في دمشق قبل أيام. هذه علامات على أن قسد يعني تتعاطى كند وليس كمجرد فصيل أو ميليشيا كالميليشيات التي صفقت وهللت في مؤتمر النصر بين قوسين. قسد عنصر أساسي في الانتقال الديمقراطي في سوريا، هذا مهم جدا. وموضوع الاندماج ليس بطريقة يعني
تسليم الأسلحة والاندماج سيكون في حالة توصل إلى توافقات. تمام. وتسيير هو التواصل والتوافقات والحوار والمزيد من الحوار. أعتقد أن أنت حضرتك ضيفي من السليمانية ومن بلجيكا الاثنين متوافقين أن هو الحوار والمزيد من الحوار. أنا نظرا لضيق الوقت أنا بشكركم من السليمانية السيد شيرزاد اليزيدي الكاتب والباحث السياسي، وكذلك من مدينة أوستن البلجيكية هوشنيك أوزي الكاتب في الشؤون الكردية والتركية.